كتفتح عينك كالسبعة الصباح كتلقى ها تصور كتفيق بحال هكا. سيتم ايقاف حسابك بعد 7 أيام. او حط اي واحد يحط راسه في هذا الموقف، شنو تقدر دير؟ كيفاش غتفكر؟ شنو الحل؟ غتحبس الصحفيين وغتحبس الناس، او هذا كل ماشي كلش، عدد كثير من الناس عقلاء صحابي ناس بعقالهم قالوا يا حميد هذا امر جاري به العمل. مقاوله عندما تعجز عن اداء الاجور عادي، هذا انت في حل من اي مسؤوليه. والله ما قديت، بالعكس كان عندي نقاش شفاف مع الاخوان، قلت لهم غير صبروا لن تضيع حق احد. يقول لك شي واحد حنا كنبغيو الفلوس وكنعشقوا الفلوس وكنعشقوا ياك. اي واحد اخوتي المغاربه حطوا راسكم في هذا الشيء. جميع الحلول حطيناها. غنقول لكم واحد القضيه ما عرفتش واش هي خاصه شويه عائليه، ولكن شنو الهدف ديالي من نحكيها لكم؟ هي مؤلمه، واكيد اللي انسان وفيه الانسانيه غيبكي. انا مأكد اي واحد كيتفرج فيا دابا فيه قد هكا الانسانيه، هادشي اللي غنقولو غيبكي، مأكد. ما غيبكيش غير شي واحد اللي قاصح قلبه، هادشي اللي غنعاود. تصور انك الصباح، انا دائما هذا هو العرف عندي في الدار هكا، كتفيق مولات الدار مع الصباح السبعة قل القسم كتمشي توجد الفطور. هذا دائما انا كنتكلف بانني كنديهم للمدرسه الوليدات، وصراحه والله ما كنكذب في هادشي. يعذبني ان ولادي كيقراو في القطاع الخاص وربي شاهد عليا، ولكن القطاع العام انا حنا عشنا في القطاع العام. يعني انا من نفسي كندافع على المدرسه العموميه، ولكن مني ولادي بغيتهم يقراو في المدرسه العموميه وكنتقاتل معاهم. بحال بنتي كنقول لها مسكينه، كيقول لك بابا راه كيخافوا من المدرسه. المهم ما بغيتش ندخل في بعض التفاصيل، فكنتقاتل ولا ما كرهتش تجود المدرسه العموميه وبقى ولادي المدرسه العموميه. انا من نفسي كنحلم بهذا الشيء، ولكن يمكن تشوف ولادي كيريبوا بحال دابا هذا العام وانت قادر تخلص عليهم. كيبان لك راه 3 شهور ما كيقراوش. واحد الضياع، واحد الاستهداف من طرف السلطات هي اللي كتعطي هذه الصوره على المدرسه العموميه. فالانسان ملي كيعيش الام السجن 3 سنين وكيريب وكذا، تيبقى عنده حلم واحد ينقذ على ولادو وسط هذه البلاد. انتم حنا اللي قسم الله قسمو، وانا ما يمكنش نعيش اكثر ما كيبقى امر الله عز وجل. ولكن انا دابا عندي حلم وليداتي ننقذهم يتربوا تربيه حسنه ويكون عندهم مستقبل كما كيحلم جميع المغاربه. بغيتكم المغاربه تامنوا في هذا الشيء. واحد المواطن مغربي صحفي عنده التزامات وعنده واجبات تجاه اشخاص اجراء تيخدموا صحفيين، خصك تعطيهم في اخر الشهر الصالير ديالهم، تخلص سي اس اس، تخلص واحد الكلام 9300 درهم، وعندك التزامات تجاه اسره صغيره ديالك عاوتاني. وهذيك العويله اللي كتجيب لنا الفلوس بق سالوا معها عباد الله. فيقتي في الصباح كمل العمل، وقت الصباح طليت هكا مع 7 انا عادي هكا شفت التليفون كنلقى في الميساج هذا من بعد 7 ايام غنحبسوا لك. انا كنت كنحسب داك الشيء غير ضحك غادي، واخا الانذار الاول الانذار الثاني ما مصدقش فكان الحديث مع مولات الدار، قلت لها ما العمل؟ قالت غتمشي، شنو غنديروا في هذا الشيء؟ شنو هو الحلول؟ والله العظيم ناقشنا جميع الحلول الا حقوق الاجراء. يعني الموقع غنجبدوها من تحت الارض، عندنا واحد داك العقار نبيعوه، عندنا كذا بقينا كنفكروا غنتسلفوا نديروا قناه جديده. مهم وكاين التفاؤل. الطفل الصغير ديالي كيسمع، انا ما انتبهناش له مع البيت حدا البيت، ولا دخل جيت ما عرفتش. المهم سمع داك النقاش، هما كانوا عارفين الانذار، ما الانذار كانوا كيتوقعوا ما هو البنيه وداك الشيء كيمشيو عند صحاباتهم مع كيتعرفوني. غالبيه ديال ولادي كيقراو والديهم تيتفرجوا فيا، غالبيه الاساتذه كيتفرجوا فيا، المعلمين. فدائما المهداوي باباكم، فكيدور هذا النقاش كيدور حتى عند ولاد المدرسه، باك داوروا قناه. فولادي عندهم هذه الهواجس ان القناه، ولكن داك الصباح رسميا سمح جلسنا كنفطروا. غنقول لكم زعما اللي جلسنا كنفطروا، الدري شنو قال لي؟ قال لي بابا، قال لي صافي ما بقيتش لي شي حاجه في الحياه. شوف هذا الطفل عنده 8 سنوات، لي شي حاجه في الحياه. قلت له كيفاش؟ قال لي لك صبا، قال لي داك الشيء اللي عندي غيبقى حوايجي وما تشري لي والو. فعندنا ديك الدار واحد الدويره، قلت له غادي نمشيو لديك الدويره. نمشيو بابا، قلت له ولكن غتخرجوا من الحكومي من المدرسه الخصوصيه وغتمشيو للحكومي. قال لي يا بابا
بابا نمشيو للحكم. عجبني هذاك النقاش. درت عند البنيه قلت لها بنتي راه نخرجوا من الخصوصي كاين تحول الحياه. قالت لي بابا مرحبا اي دور. قلت لها ناكلوا اي حاجه تجيبها. قالت لي بابا وانا غير كنتيستي كنشوف ولادي واش قادر نحد ديما انا معاهم كنقول لهم شوفوا راه الزمان راه غدار. نقدروا اليوم ناكلوا بيتزا غدا نقدروا ناكلوا يعني يري الربيع. خص ولدي يكون مؤهل لهذه الحياه. انا دائما كندير لهم هادشي كنقول لهم ها بيتزا نقدر تجيب لنا الحياه ناكلوا الحمص بالخضر حتى لهنا مزيان. ولكن اللي كانت مؤلمه جدا هو ان الدري مشى للمدرسه ومشى للمدرسه هو يجي جا في العشيه جاو اختو داخلين في شكل الدري باكي. شوفوا المغاربه شي صدف عندنا في الحياه غريبه الاطوار. هو ان ذاك النهار بالضبط المعلمه غتقول له مستقسم شكون اللي غيزيد معنا في هذه المدرسه غيقرا معنا اللي باغي يتسجل. والدري كيبغي ديك المدرسه ديالو تايمونت مدرسه من جميله جدا. وتحيه للاستاذه الخطابي حفيده ديال عبد الكريم الخطابي. شوف على صدفه ولدي كيقرا عند حفيده عبد الكريم الخطابي هي المديره. امراه من خير خلق الله وكنحييها من هذا المنبر. اخلاقها وهذه المناسبه كنولي نعزيها مره اخرى في الوفاه ديال المستشار عباس الجراري لانه السهر ديالها. شوفوا المغاربه سمعوا مزيان. الطفل شنو وقع؟ قال لي ملي قالت لهم المعلمه قالت لهم شكون اللي غيزيد يقرا معنا العام الجاي. كلهم القسم لا داروها. اين فوا داروها ناض هو كيبكي وسط القسم. الطفل صغير تيبكي ما قدرش يقول انا ما غنكملش لان بابا ما بقاش عنده القناه ما بقاش عنده المدخول وغادي يرجع. هو كيعشق المدرسه اللي هو كيقرا فيها. بقى كيبكي. معلمه كتقول له مالك شنو وقع ما فاهماش. وهو امبوسيبل يقول لها شنو واقع لان عنده واحد الغصه بقات له هنا. بقى غير كيبكي. ملي جا الطفل عاودوا المعلمه عاد جانا في الطريق عاد قال لنا اختو شنو وقع. قالت لك المعلمه قالت لهم شكون اللي غيكمل معايا. فكلشي قال لها هزو سمعتيهم غيكملوا في مدرسه تايمونت الا هو. علاش؟ لان باه اصبح عاجز على الاداء المصاريف ديال المدرسه. تصور انت اب ويجيب لك ولدك هذا الشعور انك عاجز على انك يكمل قرايته ما بقيتيش قادر. علاش قلت لكم هذه القصه؟ علاش؟ والله ما تما العبره. ولدي وقاد بي وقاد بنتي وقاد بابا وامي واللي عنده بابا غيتربي يسدوا عليه. لا لا حنا احرار. عيط نقول لكم في هذه الظروف وما حنيتش الراس. والله ما نحنيه. والله لا قدر شي واحد وسمحوا لي لا قلت هذا التحدي. ولدي والله ما نحني لشي واحد الراس ولا نطلب شي واحد. كان نقدر هكا لاش مثلا راسي ما عمري نكون ظالم. اما يظلمني الانسان علاش؟ لان هنا كيبان شكون اللي كيامن بالله وشكون اللي كيامن بالله عز وجل حقيقه. كان العبد كيرزق واخا. والله ما نطلب شي واحد ولا طلبت شي واحد. والله ما تسجل عليا ورب العزه وجلاله.